دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما إلى المسجد، فوجد رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال أبو أمامة: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. هذا الصحابي عندما اعتلاه الهم وركبه الهم، أول ما فكر أن يلجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى بيت الله وذهب إلى المسجد وأخذ يبث همه إلى مولاه جل جلاله. فعندما سمع منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الكلام، صرف له علاجا، فقال: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال أبو أمامة: كررت هذا الكلام كما وصف أو كما علمني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وأنت إذا لزمت هذه الكلمات وأخذت بعلاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرج الله همك وأذهب غمك وقضى عنك دينك، والحمد لله رب العالمين.